بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال جديد وإجابة جديدة. هل عمليات التصحيح الجنسي حرام؟ هل أنا كده بغير فطرة ربنا؟ طيب، هل أنا كده بلعب في الثوابت اللي ربنا خلقها؟ قبل ما أجاوب عليكم بقى خليني أسلم عليكم وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سلام سعد، ويلا بينا نبدأ الحلقة ونجاوب على السؤال. أولا أنا عايز أقول إن إحنا معترف بينا عالميا من قبل الطب النفسي والأطباء النفسيين والمعالجين النفسيين والأخصائيين النفسيين إن إحنا بنعاني من مشكلة، ألا وهي مشكلة الانزعاج الجندري، ألا وهو اسمه باللغة الإنجليزية اللي هو الجندر ديسفوريا. الكلام ده بقى مش كلامي. الجندر ديسفوريا أو الانزعاج الجندري هو موجود في ال DSM-5. ال DSM-5 هو الدليل التشخيصي الإحصائي للطب النفسي للاضطرابات العقلية اللي أصدرته الجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين، وهو المرجع الأول في العالم لتشخيص الاضطرابات العقلية والاضطرابات النفسية. فأنا العمليات اللي أنا بعملها اسمها عمليات تصحيح جنسي وليس تغيير جنسي. ليه؟ لأن ببساطة الانزعاج الجندري هو إن الواحد بيكون عنده انزعاج تجاه أعضائه التناسلية. أنا أعضائي التناسلية أنا حاسس بانزعاج وبخنقة وبضيق بسببها. ليه؟ لأن مخي غير متطابق مع أعضائي التناسلية. أنا لو ترانزمان مخي مخ ذكر وجسدي جسد أنثى، لو ترانز وومن مخها مخ أنثى وجسدها جسد ذكر، وهو ده اللي بيعمل الانزعاج، عدم التطابق ما بين المخ وما بين الجسد. فازاي بقى انا كده بلعب في الثوابت، وازاي كده انا بغير فطر ربنا؟ انا بصلح مشكلة انا مخلوق بيها، بصلح تشوه عندي. هتقولي طيب وهل في ناس مش بتروح تعمل العمليات دي وما بيكونش عندهم انزعاج جندري؟ هقولك عادي، في ناس ممكن تروح تعمل العمليات دي وهم ما عندهمش انزعاج جندري، بس دي مش مشكلتي، دي مشكلتهم هم. يعني احنا ليه ناخد ناس تعبانه فعلا وعندها مشكله فعلا بناس عايزه فعلا تغير خلقه ربنا؟ دول ناس عندهم مشكله او غير راضيين، لكن احنا ناس عندنا بجد مشكله حقيقيه ومشكله طبيه معترف بيها علميا وعالميا. بص يا سيدي، كل حاجه حرام هي كل حاجه غير صادقه. ده اللي انا بقيت فاهمه اكتر بعد العبور الجندري بتاعي، ان كل حاجة حرام هي كل حاجة كاذبة وغير صادقة وغير حقيقية. فالناس اللي هم بيروحوا يتشبهوا ويروحوا يغيروا من خلقتهم عشان هم مش راضيين او ايا كانت المصالح اللي طالعين بيها، دي ناس عندهم بجد مشكلة حقيقية. بدل ما يروحوا يتعالجوا نفسيا او يروحوا يعني يواجهوا نفسهم بالحقيقة، هم بيروحوا يبعدوا عن حقيقتهم، بيروحوا يبعدوا عن روحهم. ده حرام، وده انا متفق معاك فيه انه حرام بجد. لكن انت بقى لو انت فعلا صادق، انت عندك مشكلة انزعاج جندري وعندك مشكلة تشوه مخلياك شخص مختلف، مخلياك كمان شخص مش مرتاح، مش مبسوط، مش سعيد بالدنيا وبالله، بالله انه خلق الدنيا دي ليك، انت مش سعيد في الدنيا دي ومش سعيد في الكون ده، فانت بتروح تصلح التشوه اللي عندك. فدي حاجة مش حرام لانك صادق، لانك مش كذاب، لانك صريح مع نفسك ومع الاخرين. فارجوكم قبل اي حد ما يروح يقدم على عمليات العبور الجنسي او عمليات التصحيح الجنسي، ارجوك خد وقتك. برضو لازم تاخد وقتك لان الموضوع مش سهل، هو نفسيا مش سهل خالص. الناس فاكرة ان الموضوع بسيط وسهل وبيبقى جميل ولذيذ، بالعكس ده بيبقى صعب جدا، نفسيا مقلق مخيف. الواحد بيحس ان هو بيغير كيانه برضه، حتى لو هو مش مرتاح بيحس بتغيير عظيم وكبير. فخد وقتك قبل ما تعمل العمليات بتاعتك، خد وقتك في انك تتصالح مع صدماتك النفسية القديمة، وبعدين اخر خطوة انك تعمل العمليات بتاعتك. ولو عجبك بقى الفيديو ما تنساش ان انت تفعل زرار الجرس وتشترك على القناة وتعمل شير للفيديو وتعمل شير للقناة عشان اوصل لاكبر عدد من الناس. وتكتب لي كومنت وتقول لي عايز تعرف ايه تاني على الانزعاج الجندري، حابب تعرف ايه اكتر، عشان احنا التشوه ده او الاختلاف ده مغمور ومش معروف في الوطن العربي ومش معروف كمان في مصر. متنساش تعمل لايك. كان معكم سلام سعد وتابعوني.